أخيرا حسمت الحكومة في أمر دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي، حيث توجت أشغال اجتماعها الأسبوعي بالمصادقة على النسخة المعدلة التي أعدتها اللجنة الوزارية، والتي هم عملها على وجه الخصوص تقوية التوازن والتعددية والانفتاح والارتقاء بجودة الخدمة العمومية وبتنافسية القطب العمومي. نوهت الحكومة بما جاء فيه من تعزيز لمقتضيات الحكامة، الخدمة العمومية، الشفافية، الأخلاقيات، كما نوهت أيضا بتأكيد المشروع على مقتضيات التعددية بمختلف أبعادها اللغوية والثقافية والسياسية. مشروع دفاتر التحملات الجديد دقق في العديد من المفاهيم التي يمكن تأويلها في اتجاه سلبي، وحسم في النقاط الخلافية التي تضمنتها الدفاتر السابقة. رجعناها في اتجاه معالجة بعض الأمور اللي كانت ثارت نقاش في المجتمع، سواء تعلق الأمر ببعض الجوانب الدينية، خاصة تلك المتعلقة بقناة السادسة أو بالبرامج الدينية في القنوات المختلفة. راجعناها كذلك على أساس الإنتاج وكلفة هذا الإنتاج كما قلت، لكن كذلك نسبة هذا الإنتاج بين ما هو داخلي وما هو خارجي. بعد مصادقة الحكومة على دفاتر التحملات المعدلة، ستحال على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لاعتمادها لتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.